سلطة الكولسلو طريقة سهلة وبسيطة وأجمل بكتير من بره. يلا نشوف اتعملت ازاي. معايا نص كرومباية كابوتشا، ومعايا جزرتين كبار. هبتدي اقطعهم بقى في الكبة، او ممكن تبشريهم بالسكينة. المهم ان احنا عايزينهم يكونوا مبشورين بالطريقة دي، مش عايزاهم مفرومين على الاخر، انا عايزاهم بالشكل ده كده، يكون لسه فيهم روح شوية، يكونوا بالشكل ده كده. هو كده تمام. هكمل الكمية بالطريقة دي، ونفس النظام في الجزر، هتبشريه على المبشرة او في الكبة. المهم يكون شكله كده، يكون مفروم بس مش قوي، ما تفرمهوش ناعم كده، شكله مظبوط قوي. تمام كده. دلوقتي هحط الجزر على الكرنب في بولة كبيرة، وهبتدي بقى احط عليه التتبيلة بتاعته، واللي هي كوباية ونص من المايونيز. انا احتجت مايونيز زيادة فزودت. هبتدي احط المايونيز عليه، والمايونيز ده بيتي ان شاء الله هنعمله مع بعض بالطريقة دي كده. هنقلبه كويس قوي. السلطة دي مفيش اتنين بيختلفوا عليها. هنزود بقى هنا معلقتين من الزبادي، يكونوا معلقتين كبار، مهمين قوي، بيخلوا كده في طراوة في السلطة. ومعلقتين من السكر، يكونوا معلقتين كبار برضو ممسوحين. معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. رشة من الفلفل الاسود، ما تكتريش، لان كل حاجة موجودة في المايونيز، وانا بكتفي بالمكونات بتاعة المايونيز. انا هنا لقيت الخليط ناشف شوية، بدأت ازود عليه مايونيز. زودت تقريبا نص كوباية كمان، يعني اجمالي حطيت كوبايتين. هسيب بقى الخليط ده لمدة مثلا يوم او ليلة كاملة في التلاجة، بيكون احسن بكتير. بس انا هنا استخدمته بعد ساعتين اتنين بس، وبرضو كان ما شاء الله حلو قوي. شايفين؟ هنغلفه ونحطه في التلاجة لمدة ليلة كاملة، لما بيبات بيكون طعمه احلى بكتير. كده بعد ساعتين ما شاء الله حلو جدا. قدمته بقى بالطريقة دي، وحلو قوي جنب كل حاجة تقريبا، يعني جنب الاكل السريع، جنب المقليات، جنب المشويات، جنب كل حاجة، بجد مش بيقول لأ، وبيعجب كل البيت. ألف هنا.